ابني بسرعه نطلع قبل المستر ما يشوفنا. يلا نجري. ولا يا بنت والله لا راح اقول لاولياء اموركم. امسك يا زعلان الشنطه بتاعتك كده. هنروح فين واحنا هربنا من المدرسه وانا معيش ولا جنيه صرفت مصروفي كله؟ ايه دي يا خرا؟ انا هنروح فين؟ هتفلها على وشنا على الصبح؟ يعني هنروح لمين؟ لمحمد عيد هياكلنا ويشربنا من غير فلوس كمان. طب يلا يا زعلان نروح نقعد معاه الساعتين دول قبل ما يجي ميعاد خروج المدرسه ونروح على طول عشان ماما هتزعق. ماشي يا ست هنروح له، بس لما نروح له هنطلع نغير هدومنا وكده كده امك مش في البيت، وهتلاقي محمد عيد مجهز لي الشيشه ومروح على القعده. طب ما يلا يا ابني مستني ايه؟ خد يا زياد مالك روح هات لك الشيبس من السوبر ماركت وخلي بالك منه. يا لهوي يا زعلان امك قاعده، لو عرفت ان احنا هربانين من المدرسه هتعمل ايه؟ بس يا ستي بقى انت هتخوفينا لو امك سالتي خرجنا النهارده حصه بدري. ماشي يا زعلان يلا عشان هي شافتنا وبتبص علينا. يا ستي الكل عامله ايه؟ احنا النهارده جايين نلبس عشان علينا درس. ايه ده ايه ده؟ انتوا ايه اللي جابكم بدري من المدرسه؟ الساعة كام دلوقتي؟ لا يا ماما احنا خرجنا حصه بدري والمستر قال لنا روحوا غيروا وتعالوا الدرس. يلا يا ولاد اطلعوا غيروا هدومكم عشان تلحقوا دروسكم. حاضر يا ماما يلا يا زعلان نجري. ربنا معاكم يا رب، ربنا ينجحكم. اخويا محمد عيد وحش الست النواصي، احنا غيرنا هدومنا وجايين نقعد معاه. جدع عادي يا زعرين، اوعى يا بنتي يا بسمله يكون اخوك الكبير عرف والله امك هتجيبوا لي نصيبه، ولما تيجوا تهربوا من المدرسه اوعى تخلي مدرس يشوفكم، وانا يا ست على اول الاسبوع هاجي اخدكم من قدام باب المدرسه بعد ما تخلصوا واروح اقعدكم في روم نلعب بلاي ستيشن مع بعضينا. يلا اقعدوا اقعدوا اقعدوا. ماشي يا اخويا يا كبير، هات لي شيشه بقى. مش انت يا اخويا يا كبير كنت وعدني بالكاب المسطره هتجيبوا لي امتى؟ ما تقلقيش يا بنتي يا بسمله، ده انا جايب لك دستة كبات، نقي اللون اللي انت عاوزاه. بقول لكم ايه، الواد اللي هناك ده اسمه مندو شغال في القهوه، عيل قوي وبيقعد مع اخوك شيكه زي ما تقولوا يعني المحامي بتاعه. قوموا امشوا شويه كده وعدوا عليا وانا اخوكم الاسبوع الجاي. هو في يا عم محمد وانت كل يوم تيجي تاخد العيال وتعلمهم عنجة البو وتعلمهم الدخان؟ ولا انت كل يوم هاجي اقعد عندك هتطفحني كوبايه الشاي ديت؟ بقول لك ايه، ما تحطش نفسك في اللي مالكش فيه عشان ما تسمعش اللي ما تحبوش. العيال بتحبني وبتيجي تقعد معايا، هو ايه يا عم حب الناس بقى بفلوس دلوقتي؟ لا يا بحب الناس مش بفلوس، بس انت لو بتعلمهم حاجه صح مش هاجي اتكلم معاك. انت بتعلمهم عنجة البق والدخان. يا عمنا والعيال دول اخوات شيكه حد مظبوط. ما كلها مظابيط هنا في الدايره، بحر مسا على اولاد دايرتي، عنوان بلدي الوراق سيتي. يلا يا رجاله شوف اكل عيشك زي ما قلت لك امشي. ما خلاص بقى ياما، قلت لك وانا جاي من الشغل اجيب لك اللي انت عاوزاه. لك يا شيكه بصراحه كده انا شفت حاجه ما ينفعش يتسكت عليها. حاجه ايه دي يا مندو؟ خير ياض في ايه؟ احكي لي. بصراحه كده يا عم شيكه كل يوم بشوف اخواتك مع الراجل اللي اسمه محمد عيد دوت، وانت عارف اللي سمعته سابقه وما ينفعش اخواتك تقعدوا معاه وبيهربوا من الدروس وبيعلم اخوك زعران البوظات وبيشربوا الشيشه كمان. يا مندو اللي انت بتقوله ده يا مندو، اوعى تكون بتحاور عليا في الكلام، ما انا في الشغل ما اعرفش بيجوا منين ولا بيروحوا فين. طب انت قول لي بس يا مندو، اخر مره شفتهم فين ولا الكلام ده كان امتى؟ الكلام ده كان على القهوه، واول لما شافوني راح قايمين ماشيين وجاي بكلم محمد عيد راح حابب فيا. ماشي يا مندو، انت كتر خيرك اول حد كده، ولو على اسمه محمد عيد ده راجل مش غلطان معلوش نوم، انا اللي غلطان عشان مش عارف اقرص على اخواتي. روح انت يا مندو وانا عارف انا هعمل ايه كويس. يلا يا دي يا زعرينه، بقالي ساعه مستنيكم قدام باب المدرسه. النهارده هوديكم اليوم بتاع البلاي ستيشن اللي انا قلت لكم عليه، وقلت لكم هوديكم يوم الاحد على اول المدارس. يلا هات الشنطه بتاعتي، حجزت لكم الروم، يلا تعالوا معايا. ايه يا جدع انت؟ هو البعيد رخم ما عندوش دم ما بيشمش، بقالي ساعه قاعد مستني اخواتي وجاي انت تاخدهم وتمشي ولا كانهم اخواتك. ما تهدى يا ابن الحلال، امسكي كده يا بنت يا بسمله، انا اكتر من اخونا يا صاحبي. وانت بتبقى في الشغل وانا براعيهم، وكل العيال هنا بتحبني وبتحب قعدتي، وانت يا صاحبي لو زعلان ان اخواتك بيقعدوا معايا خدهم يا عم واتكل على الله، بس حافظ انت عليهم. لا يا ابن الحلال ما قلتش ما يقعدوش معاك، يقعدوا معاك وكل حاجه، بس هم بيحبوك والاطفال هنا في المنطقه بيحبوك، تستخدم حبك ليهم ده في الخير، يعني يخلصوا المدرسه يروحوا دروسهم يطلعوا بيتهم يشوفوا مذاكرتهم ويناموا بدري عشان يعرفوا يروحوا تاني يوم المدرسه، مش تخليهم يهربوا من الدرس ويروحوا السايبر. يا ابن الحلال انا خايف على اخواتي الصغيرين، انا راجل بصحى من الصبح برجع البيت اخر الليل ما اعرفش عنهم حاجه، وطالما انت بقى في الشارع وعارف الدنيا خلي بالك منهم، وانا هبقى مبسوط ان هم معاك، على الاقل هبقى مطمن عليهم. وحد الله يا اخويا ما تشدش في عروقك كده، الله اكبر الله اعظم، انا عارف اللي انت بتتكلم فيه صح
والعيال بتحبني وكل حاجه، بس اخوك بيحب يقعد مع العيال الصغيره لان الكبير خاب وبعني في الدولاب. بص يا ابن الحلال، اخواتك معاك اهمت، وفي اي وقت يا اخويا لو احتاجوا حاجه انا اول واحد اتكفل بيها. لا يا ابن الحلال، انت تشكر اول حد كده، كفايه ان انت مفضي يومك وبتقعد معاهم، وانا اخواتي رقبتي سداده، لو احتاجوا اي حاجه انا هجيبها لهم. يلا بقى يا اولاد عشان تلحقوا تشوفوا مذاكرتكم وتناموا بدري النهارده. سلام عليكم. يلا يا اولاد مستنيين ايه؟ بقول لك ايه يا بنت، هاتي كده ال 10 جنيه اللي معاك كده اتمجع بدي. عم صبري عمدة البلد عايز 2 اللي ام. احلى 2 اللي هما انت ايه يا عم؟ ايام العلب فين يا عم؟ هتفرج يا صبري ان شاء الله، طالما مخبطه اليومين دول هتفرج الايام اللي جايه. هتفرج ايه يا مندو؟ انت بتخنصر فلوس عشان تجيب القرف ده؟ ما تهدي يا ست، كده كده امك مش هتحس ان الطلبات ناقصه. يلا يا ست عشان نمشي. اتفقنا يا رجاله، هاتوا لكم كيس بسكويت حاجه تنفعكم كده زي ما اتفقنا. ها بقول لكم ايه، خليكم واقفين هنا، هجيب حاجه وجاي لكم على طول. يلا يا ابني، انت هو مين اللي خسر الجيم دوت؟ انا خسرت جيم عاده وجيم ارقام يا عم محمد. طب يلا يابا اتكل على الله، مين فيكم هيلعب يا ابني انت وهو؟ يا عم محمد عديت عليك عند البيت ما لقيتكش، كنت عايزك في كلمتين كده. امرني يا عم شيكا، حوار ايه يابا اللي انت جاي لي فيه الشغل وعمال تتكلم عليه انت يا اسطى؟ واحد الله يا عم محمد مفيش حاجه. يابا كل الحوار ان انا شفت الواد مندو اخوك وهو بيشتري الهباب الدخان ده، وعرفت ان هو بيشرب، وبصراحه كده لما مشيت وراه زعلت قوي، وقلت اجي اقول لك انت برضه مننا يعني، واخويا ابو عيد. يا نهار اسود ومنيل، انت الكلام اللي انت بتقوله ده بجد يا عم شيكا؟ انا مش عارف اعمل ايه مع اخويا تعبني يا اسطى، وامي لما اجي اضرب الواد تقول لي مالكش دعوه بيه، ده اخي العنقود، وانا يا اسطى تعبت بالواد ده، الواد ده ملوش حد يقص عليه غير انا يا اسطى. واحد الله بس ابو عيد كده وصلي على النبي، انا كده يابا عملت اللي عليا، مندو برضه زي اخويا الصغير يعني، وانا لما اشوف الغلط لازم انا اقول لك عليه، خلي بالك منه ابو عيد، واقرص عليه شويه وطبطب عليه، الواد ده ملوش غيرك في الدنيا. يلا سلام عليكم. وعليكم السلام يا اخويا شيكا. مين يا ابني اللي خسر الجيم دوت؟ عليا جيم ارقام وجيم عادي. ماشي يلا يا ابني. ايه يا بنتي ده انت جايبه لي كرومبا وانا مش قلت لك هاتي قوطه وبطاطس وبصل؟ هي الفلوس ما كفتش ولا ايه؟ ايوه يا ام حقها الفلوس ما تكفيش، ابنك بيجيب حاجات بالفلوس ديت جيب دخان، وانا كل ما ارفع ايدي على ابنك تيجي تقولي مالكش دعوه بيه، سيبه يتدلع، ده اخر العنقود، وانت اللي عملتي فيه كده. مالكش دعوه يا اخويا يا كبير، وانا باجي اقول لك على جنيه، لما اجي اقول لك على جنيه يا عم يبقى حضرتك تتكلم، اخلع مني. عندك حق يا اخويا يا كبير، هو فعلا خد مني فلوس وجاب بيها دخان. ما انا عارف، شفت يا ام اخرة اهمالك في ايه؟ الناس بتيجي تقول لي كل حاجه وكل حاجه بتيجي فوق دماغي، وانت هتقولي واقفه في النص بين انا وهو، بسبب دلعك دوت اديكي دمرتيه. معلش يا محمد اخوك الصغير حمله. بقول لك ايه يا اخويا يا كبير، خلي نصيحتك جات لنفسك، انا بقى الكبير مش صغير وعارف الصح من الغلط، اقول لكم على حاجه، انا سايب لكم ام الدنيا وماشي. خد يا سيبي وتمشي، انت اتجننت؟ يلا يا اما خد البت واطلعي على فوق، انا هجيب لكم كل حاجه، يلا اطلعي. تعالى كده اهو، انت اتجننت في دماغك ولا هتفضل ماشي في الشارع كده وساقع على الناس، واخوك الكبير عايز تجيب له مصايب ومشاكل؟ اعمل ايه يعني يا اخويا الكبير؟ ما انا من صغري معايا فلوس ومتدلع وما لقيتش حد يشد عليا، حتى انت كمان مش مساعدني، عشان لما تحصل حاجه في وسط زمايلي اجي احكي لك، لكن انت مفيش منه الكلام ده. يا ابني اسكت، مفيش الكلام ده. مين ده اللي مش مصاحبك؟ انت اللي مش تحت توعي. على العموم الفلوس اللي انت بتاخدها من امك دي ولا اللي انت بتخنصرها دي، الفلوس دي يا ابني لو بتخنصر 100 جنيه وجبت بيها حاجه مفيده ولا حاجه تاكلها ولا صرفتها على صحتك، شربت كوبايه عصير قصب، اجدع من ان انت تروح تجيب دخان. ده انا غبت عن عينيك يا ابني يومين ولا 3 ايام، رجعت لقيتك بتشرب. اعمل ايه يعني يا اخويا كبير؟ مفيش حاجه بايدي، بس اصحابي هم اللي منهم لله، وانا عشان كنت انضف واحد في اصحابي مفيش حد بيحب حد احسن من التاني. طب كويس يا عم مندو ان انت عارف ان مفيش حد بيحب حد احسن من التاني، ودلوقتي الصاحب ساحب يا ابن الحلال، صاحب يشدك على الموازيه، صاحب يشدك على خناقه، صاحب ياخدك في رجلين يا اخويا، وانت يا ابن الحلال لو عوزت عينيا الاثنين دول انا هديها لك، بس تعوزها في الصح مش في الوحش. حاضر يا اخويا كبير، وانا من النهارده اوعدك اللي مش هشرب دخان تاني، وهنزل اشتغل معاك على ترابيزه البلياردو، ومن النهارده ماليش صحاب، انت صاحبي، اتفقنا؟ اتفقنا يا عم. تعالى بقى عشان نطلع نتعشى وبعد كده تنزل تشتغل معايا، يلا.